فوق القانون، والجميع يعلم تماما بأننا نعيش على هذه البسيطة وفق أحكام وأعراف وشرائع تنظم حياتنا وتعطي لكل ذي حق حقه. الجزيرة الرياضية تابعت منذ العام 2008 عن كثب قضية لاعب نادي الشارقة ومنتخب الإمارات سابقا لكرة القدم فايز جمعة، الذي اتهم بقضية القتل العمد لأحد مواطني دولة الإمارات، وحكم على إثرها بالإعدام شنقا، إلى أن صدر حكم المحكمة ببراءة اللاعب في جلسة النقد الأولى ليعود اللاعب لممارسة حياته الطبيعية، حيث شارك الموسم المنصرم كلاعب أساسي في صفوف فريقه. طبعا اليوم كلنا سمعنا خبر إعدام لاعب نادي الشارقة فايز جمعة، وكلنا مؤيدين له، لأن القانون لا يعرف سواء كان لاعب أو رجل سياسي أو رجل أعمال. بصورة مفاجئة غير متوقعة وبجلسة المحكمة الاتحادية العليا لاستئناف القضية، جاء القرار بإجماع الآراء بإعدام اللاعب في حكم نهائي لا يجوز إثارته أمام الجهات القضائية الأخرى. هذا درس لكل شخص يعتبر نفسه فوق القانون، والقانون ما يفرق بين لاعب ولا مؤسسة ولا أي شخص ثاني. حقيقة صراحة انصدمت وتفاجأت بالخبر أن اللاعب كان قبل حكم براءة وترجع مرة ثانية أن حكم عليه صادر هالمرة بحكم الإعدام. كانت المحكمة قد نقضت حكم الاستئناف القاضي ببراءة فايز جمعة وزميله اللاعب محمد نجيب من جريمة القتل، وحالت القضية إلى محكمة استئناف الشارقة، وطلبت الاتحادية العليا في حينه بتأييد حكم الإعدام بحق موسى جمعة وشريكه محمد بلال، وإحالة قرار إعدامهما إلى ديوان رئيس الدولة قبل أن تعود لتقر حكم الإعدام بحق فايز جمعة. وفسوقار، الجزيرة الرياضية، الشارقة. وهذه النشرة